إلياس بن صغير، الجوهرة المغربية الذي دخل التاريخ في أوروبا. ظهر اللاعب الشاب إلياس بن صغير في مباراة موناكو الأخيرة بالدوري الفرنسي، وتمكن من قيادتهم للفوز على أوكسير بعد دخوله في مطلع الشوط الثاني. وقد سجل إلياس هدفين ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفين في مباراة واحدة في الدوريات العشرة الأولى في أوروبا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد إلياس بن صغير في مدينة سان تروبي بجنوب فرنسا لأب وأم مغربيين، وذلك في 16 من فبراير لعام 2005. التحق بن صغير بأكاديمية نادي كوجولينوا، وذلك وهو في 5 من عمره، وبالتحديد في عام 2010، واستمر هناك لمدة 6 سنوات. وفي 2016 انضم لأكاديمية نادي فري